السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هعمل معاكم ان شاء الله الصابون الصلب او الصابون الصخر، بجد تحفة جدا من الزيت المستعمل. يعني مش هنشتري حاجة تقريبا غير حاجات بسيطة جدا، وهيكون معايا كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله من شيء كنا احنا بنرميه او بنستغنى عنه. عايزة اقول يا جماعة إن بجد ما تبيعوش الزيت المستعمل، علشان بيرجع لكم تاني، بيعملوه تنقية وبعدين بيرجع لكم بأمراض كتيرة، ربنا يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. كمان هنطلع منه حاجات كتير، هنعمل برسيل جل وهنعمل صابون سائل وهنعمل عجينة سحرية، يعني كله من قاعدة الصابون اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. أول حاجة أنا هاستعمل القشور بتاعة الليمون. بعد ما تستعملي الليمونة شيلي القشور بتاعتها في الفريزر، احتفظي بيها لوقت ما تحبي تعملي صابون. هتعمليها ايه؟ هتضربيها في الخلاط زي ما هي متلجة بكوباية من المية، وهتصفيها وهيكون معايا اللي هو الخلاصة بتاعة عصير الليمون أو القشور بتاعة الليمون. بجد هتديكي نتيجة هايلة جدا في التنظيف، وكمان هتكون معاكي ريحة، هتدي للصابونة ريحة حلوة. أول حاجة أنا معايا إيه؟ معايا أنا هاشتغل هنا على 2 لتر، بس أنا هاقول لكم على مقدار اللتر. أول حاجة ضِفت كوباية من عصير الليمون أو خلاصة الليمون، وضِفت لها 2 معلقة من السكر ومعلقة من الملح الطعام، تمام، وقلّبته كل ده في المَيّة بتاعة الليمون، يعني قلّبتها تقليبة حلوة أوي وسِبته على جنب. تعالوا بقى أوريكم شكل البوتاص أو الديبوشار أو حجر تسليك البلاعات أو الكوستيك، ليه أسماء كتيرة جدًا في الدول العربية. هنا في مصر اسمه البوتاص أو الصودا الكاوية، تمام، ده الشكل بتاعه عبارة عن قشور. نرجع تاني للمَيّة بتاعة الليمون، أنا جِبت قطعتين من التلج علشان بعد إضافة البوتاص هتلاقي في أبخرة كده، وده طبعًا غلط جدًا على الصدر، فحاولي على قد ما تقدري إنِّك يعني ما تشميش الأبخرة اللي طالعة دي، علشان هتتعبِك جدًا. أول ما ضِفت على طول البوتاص مع قشور الليمون أو خلاصة قشور الليمون، ادّتني اللون اللي أنتم شايفاه ده، اللي أنتم شايفينه ده، وده هيدّيني نضافة رهيبة، يعني هيبقى معايا نضافة فوق الوصف. تقليب مستمر. عايزة أقول لِك حاجة، خلّي بالِك كويس أوي، أوي من المرحلة دي، وتبعدي الأطفال، لإن إحنا عارفين الأطفال بتحب تلعب في كل حاجة، ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ أولادنا جميعًا. زي ما اتفقنا أنا باشتغل على 2 لتر من الزيت، لكن أنا المكونات اللي أنا قُلتها لِك على لتر من الزيت. جِبت بقى الزيت بتاعي، ده كان زيت مستعمل على فكرة وقديم جدًا. هنا بأكد عليكِ الsafety أو الأمان لمّا تحبي تشتغلي في أي مادة فيها كيماويات. أنا عندي الجوانتي بتاعي ده طويل جدًا مهم جدًا تلبسيه، ما عندكيش ممكن تستعملي أي جوانتي من الصيدلية، تمنه مش غالي علشان إيدِك ما يجيش عليها حاجة. طب تحسُّبًا إن جات على إيدِك حاجة، يبقى جنبِك إزازة الخل على طول، بتغسلي إيدِك بحبّة كده من الخل. الزيت بتاعي ده أنا صفّيته بفردة شراب، طبعًا مش محتاجاها، ونزلت عليها بقى بربع كوباية من الكلور. الكلور العادي، عندِك كلوركس ألوان، بتدّي له تنقية، وفي نفس الوقت يعني بتحاول على قد ما بتقدر بتغطي ريحة الزيت اللي هو يكون مطرح أي شيء إحنا قليناه. سمك تمام، بانيه تمام، بطاطس، بتنجان، أي حاجة أنتِ بتقليها احتفظي بالزيت حتى لو كانت ربع كوباية، وفي الآخر هيعملوا معاكِ كمية محترمة. بعد إضافة الكلور أنا هنا ضِفت إيه، ضِفت معلقتين كبار زي ما أنتم شايفين كده من الكربوناتو. على اللتر هتضيفي معلقة واحدة كفاية، ما تزيديش عن كده، لكن أنا زي ما قُلت لكم إن أنا شغّالة على 2 لتر. أنا هنا ضِفت الكربوناتو يعني معلقتين، تمام كده. كل مكون أنا باحطه لازم تقدري تقلّبي أو تقعدي تقلّبي مش أقل من دقيقتين. تمام، إيه الإضافة اللي أنا ضفتها دي؟ حطيت بردك كمان معلقتين كبار هرميين من المسحوق البودرة، المسحوق البودر العادي خالص اللي هو بتاع الغسالات العادية مش الأوتوماتيك، تمام. أنا هنا ضِفت أوكسي ريحته حلوة، وفي نفس الوقت بردك جودته مش وحشة، هنستبعد تمامًا أي حاجة فيها مقاطعة. كل المرحلة اللي أنا باضيفها على الزيت دي، مرحلة تنقية الزيت دي بتدّيني جودة حلوة في الصابونة، وفي نفس الوقت هينفع معايا أغسل بيه هدوم أو أستعمله طبعًا في الأطباق أو في الألمونيا أو في أي تلميع أي شيء، تمام كده.
أول حاجة عايزة أقول لِك عليها قبل إضافة البوتاص، لازم تحضّري القوالب بتاعتِك اللي أنتِ هتشتغلي فيها. أنا عندي هنا السيليكون، لو مش عندِك هتستعملي أي فوارغ، أي بلاستيكات عندِك، علبة زبادي تمام. في العلب البلاستيك اللي أنا هاوريها لِك دي بتيجي كده مع الجبنات، بُصّوا هي حجمها صغير يا دوبك قد الصابونة كده. دي أنا باغسلها وباسيبها، بتدّيني برضك يعني نتيجة حلوة جدًا. لو ما عندكيش أي قوارب أو مثلًا أي فوارغ، أي حاجة ممكن تضيفي، ممكن لو عندِك علب اللبن الكبيرة تغسليها وتنشفيها كويس أوي وبتعمليها وفي الآخر تقطّعيها. المرحلة دي مهمة جدًا، تحضّري كل حاجة جنبِك قبل إضافة البوتاص، لإن ممكن يتصبِّن معاكِ بسرعة فما تلحقيش تدوّري وتلمّي الحاجات بتاعتِك. مهم جدًا إن أنتِ تعرفي. أنا باعمل إيه دلوقتي، أنا ضِفت دلوقتي كوباية إلا ربع من الصابون السايل، والصابون السايل ده أنا كنت عاملاه معاكم، كانت نتيجته رهيبة بجد. دي نظام شركات أو كل شغل الشركات، وأحلى شركة كمان. هنا هابدأ أضيف محلول الغسول، اللي هو إيه محلول الغسول؟ اللي هو البوتاص اللي إحنا عملناه من عصير الليمون، تمام. لو عندِك قشور برتقان، عندِك قشور سفندي، تغليهم برضك على النار أو ممكن تضربيهم في الخلاط وتصفّيهم وهيدّوكِ نفس الغرض. صابون يعني تقليب، يعني ما ينفعش أحُط البوتاص وأسيبه وأروح تاني هابُص ألاقي الزيت يبقى فوق الوش كده وهيدوّخني طبعًا في موضوع التقليب. إيه اللي أنا وريته لكم دي ده زيت عطري بريحة الليمون، تمام. ضِفت هنا حوالي معلقة. طيب إيه اللي أنا باحطه ده؟ اللي أنا باحطه ده معلقتين كده من النشا، وده ممكن تستبعديه تمامًا. طب ليه حطيت النشا؟ النشا بتقلل الPH شوية وكمان هتخلّي الصابونة ناعمة على إيدِك. طيب مدة الصابونة دي قد إيه علشان أستعملها بأمان؟ مش أقل من شهر، ممكن شهر أو 40 يوم كمان علشان يكون البوتاص اتبخّر منها وما تحسّي ما تعملكيش أي أمراض جلدية على إيدِك. كل إضافة أنا باضيفها لازم التقليب المستمر. يعني أنا هنا باقلِّب، طبعًا أنا مجرية الكاميرا هنا، مجرية السرعة يعني علشان أكيد مش هتقعدي معايا الفترة دي كلّها وأنا يعني باعمله واحدة، واحدة. لكن اللي أنا عايزة أأكد عليكِ إن لازم التقليب المستمر، مش بسرعة، يعني أنا مجرية هنا المقطع، تقلّبي كويس، قلّبي بمعلقة خشب، تقلّبي بمعلقة بلاستيك، يعني ابعدي تمامًا، تمامًا عن أي حاجة فيها ألمونيا أو معدن، تمام. stainless تمام ماشي ما فيش مشكلة. إيه الإضافة اللي أنا ضفتها دي؟ حوالي ربع معلقة كبيرة من الجليسرين. كل دي إضافات ممكن تستغني عنها لو مش موجودة عندِك، هي زيت ومادة وبوتاص خلاص بتتحول لمادة تالتة اللي هي الصابون. إيه اللي أنا باعمله دلوقتي ده؟ ده خلاص المرحلة دي اسمها ترك الأثر. يعني إيه ترك الأثر؟ يعني لمّا بقى المعلقة اللي أنا شغالة بيها بارفعها كده أنزّلها كمان في الخليط اللي أنا عاملاه بتاع الصابون، ألاقي يدّيني الشكل بالضبط. كده أنا أوقّف تمامًا تقليب، وهابدأ أصُب على طول لإن المرحلة دي بتجمد بسرعة جدًا. حاولي على قد ما تقدري أول ما توصل معاكِ للمرحلة دي تصُبّي على طول عشان ممكن هتلاقيها تكتّلت معاكِ وصعب إنِّك تفرديها. عايزة أقول لكم علشان الصابون الزيت مستعمل فاتصبّن معايا في 10 دقايق، ما زادش عن 10 دقايق. حُطّي بقى في أي فوارغ عندِك، أي حاجة زي ما أنا قُلت لِك، وهيبقى معاكِ صابون هيشتغل معاكِ في جميع أنواع النضافة. يعني بُصّوا ما شاء الله سِبته حوالي 3 ساعات، لقيته اتصبّن بقى زي الحجر زي ما أنتم شايفين، وفي نفس الوقت الصابونة لونها أبيض برغم إن الزيت كان غامق جدًا. بجد جرّبوه إن شاء الله يعجبكم، وأشوفكم في فيديو تاني، والسلام